رجعنا لكم مشاهدينا. فقرتنا دلوقتي يعني بتهيألي كل البنات والستات اكتر حاجه بتهتم بيها ودايما بتبقى عندها مشكله خاصه بيها الشعر. دايما بنقول ان طبعا الشعر هو تاج اي مرأة واي بنوتة بتبقى مهتمة من وهي صغيرة. شعري حلو، عايزة اقصه، عايزة اطوله، عايزة يبقى كيرلي، عايزة يبقى ليس، وبتبدأ ان هي تهتم بيه وتشوف احسن بلسم، احسن شامبو، احسن حمامات كريم، طلع بعد كده الكرياتين، البروتين، حاجات جديدة. واحنا في الشتاء يمكن ناس كتير ما بتبقاش عارفة ان الشتاء برضو ليه مشاكله بالنسبة للشعر. ايه هي مشاكله؟ ازاي ممكن نحلها؟ ده هنعرفه مع خبيرة العناية بالشعر استاذة بسمة الحسيني. منورانا واهلا بيكي معانا. اهلا بيكي يا مريم. اول حاجه عايزه اسالها لك قبل ما نتكلم عن الشعر، ايه اللي خلاكي تتجهي في مجال دراستك للشعر؟ هو انا تخصص في الكيراتين والبروتين والحاجات التريتمنت. اول لما نزلت من 8 سنين تقريبا ما كانش حد فاهم حاجه، فزي اي بنت كنت بعمل سيرش في الاول واسال حد من صحابي، ولحد ما الموضوع بدا انه ده فيه ضرر، ده فيه فورمالين، لا ده فيه اصلي، ده فيه مضروب. حتى يعني الحاجات النقط اللي هي فيه مش بنلاقيها في الافتر كير او في الحاجات العاديه اللي بقالنا سنين، اللي هي العنايه، اللي هي الحاجات العنايه. فبدات من هنا ان انا ده في حاجه اسمها فورمالين. خدت بقى خدت كورس اونلاين تبع البرازيل. ده اول حاجه بدات بيها، وبعدين بقى خدت كورسز ثانيه بعدها. يعني الموضوع بدأ الأول إن أنت كنت عايزة تفهمي وتهتمي، والموضوع مشي بعد كده إن أنت بقى إيه، لا عجبك الموضوع. خدت كورس بعدها تاني كان تبع شركة أمريكية، في إنه لكل نوع شعر نوع بروتين أو نوع كيراتين، يعني نوع تريتمنت عموما. في كورس بعدها خدته كان شهادة معتمدة أمريكية برضو. في كان يعني الفورمالين وقتها عمل مشاكل جامده جدا، فكانوا بيحاولوا يطوروا، فنزلوا حاجات بتفرد بالاحماض الامينيه. فده كان خدته. بعدين خدت بعدها دبلومه طبيه، كان كورس طبي مع دكاتره. وبعدين سافرت بقى اوروبا خدت برضو رخصه دوليه في التعامل مع الشعر. اجمل حاجه لما بشوف ناس شباب صغير ويحاول ان هو يطور من نفسه ويدرس حاجه بعيده عن مجال دراسته، وبالعكس يحاول ان هو يطور من نفسه، مش يبقى قاعد على الكنبه في بيتهم ما بيعملش اي حاجه. فاحييكي مبدئيا على دراستك وعلى اهتمامك بيها. وخلينا بقى نرجع للشتاء ومشاكل الشعر في الشتاء. ايه اكتر حاجه انت بتنصحينا نخلي بالنا منها والشعر ممكن يتاذي منها في فصل الشتاء؟ هو دايما لما حد بيسالني على الصيف غير الشتاء، دايما مشاكل الصيف دايما بتبقى في الشعر نفسه. مشاكل الشتاء بتبقى في الفروه. ايه اللي بيحصل؟ في نظريه خدناها في العلوم، تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده. ده اللي بيحصل لفروه الراس بالظبط. البصيله نفسها بسبب الجو انه بدا يبقى ساقع بتبدا تضيق، فده بيأثر عليها ان ممكن الشعر يطلع منها، فممكن تسبب حاجه اسمها تساقط موسمي. اعتقد 90% من اللي سامعينا عندهم مشكله تساقط بدا معاهم بقالها شهر، وهتكمل لحد يناير كمان، انه في ناس هتبدا تشتكي بسبب البروده دي. دي ليها كذا حل. اول حاجه خالص ان هي تعمل كل يوم تمرين تدليك لفروه الراس. تمام. ده ده كده يعني نحط ايدينا تدليك زي ما تمام، يحرك بس الدوره الدمويه ويحافظ على نوعا ما على حجم البصيله ان هي ما يتغيرش بسبب البرد. المشاكل تاني اللي هتقابلها برضو فروه الراس مش الشعر، القشره. بسبب برضو يعني الشعر يقع بسبب الانكماش والقشره تزيد بسبب برضو الانكماش. اكيد بسبب الانكماش وبسبب ان الجو ساقع، زي ما بيحصل في بشرتنا نفسها او ايدينا بتبقى يعني الجفاف ده بيسبب قشره، او الاكزيما الدهنيه بتسبب قشره. فهو بيجي من حاجتين. فلو هي بدات تلاحظ ان هتبدا يجي لها قشره، لازم تستخدم لوسيون كوقايه، لان هو بعد كده ممكن يسبب لها تساقط. جميل. طيب ناخد اول مداخله تليفونيه معانا. ام مريم. الو. مساء الخير. مساء الفل. معلش ممكن اسال الخبيره اللي مع حضرتك؟ طبعا استاذه بسمه مع حضرتك. سؤالك ايه؟ معلش انا بنتي في ثالثه ابتدائي شعرها كله بيقع، وانا لما اجي اسرحه لها بيبتدي يتشابك، ما بعرفش اسرحه لها، وفروه راسها بتوجعها. تمام. الكلام ده اليومين دول بس ولا طول السنه؟ ده ليها سنه كامله يعني في الموضوع ده، ورحت الدكاتره كتير برضه ما فيش فايده. قالوا لك ايه السبب؟ ما فيش، ما لهمش سبب. اديله لوسيونات وسبراي، بس شعرها برضه بتتعذب. ما قالولكيش انها محتاجه فيتامينات معينه، اكلها يبقى افضل؟ ما جابوش؟ لا تمام. ما قالوش اي حاجه يا بسمه تسالي؟ لا ما فيش. طيب شاكرين لاتصالك يا ام مريم. يا بسمه ما عايزه رقم تليفونها معلش. طيب خليكي معانا، هنرجع للكنترول. شكرا لحضرتك، شكرا ليكي. ايه مشكله ام لما بلاقي مريم سن صغير بيشتكي؟ ده حاجه من الاثنين،
يا عندها نقص فيتامينز وحديد وده رهيب، يا اما سلوكيات الشعر لما بتبقى سلوكيات التعامل مع الشعر لما بتبقى غلط بتسبب سايد افكت بعد وقت. يعني ابدا انا استخدم مشط او فرشه غلط، ابدا اسرح من فوق مش من تحت، ابدا اشد جامد جدا، اسرح وهو مبلول قوي، استخدم مثلا شامبو وكونديشنر وسيرم مش مناسبين ليها، احط السيرم على فروه الراس. دي كلها سلوكيات مش محسوس السايد افكت بتاعها. بس اعمليها شهر 2 3 4 هتبداي تلاقي تقطيم في الشعر، هتبداي تلاقي فروه راس بقى فيها مشكله. هي بتقولك ان فروه راسها بتوجعها لما بتيجي تسرح لها، معناها ان هي لحد ما الشعر مثلا مجعد معاها فغصب عنها بتبقى عنيفه عليها. كل ده بيسبب لها، فلازم كل سلوكياتها تتغير. طيب تعمل ايه؟ يعني خلينا برضو نتكلم على العنايه بالشعر عامه، ده هيفيد ام مريم وهيفيد اي حد بيتفرج علينا، خصوصا ان احنا فصل الشتاء فالموضوع يبقى عام شويه. ايه المفترض ان احنا نعمله عشان نعتني بشعرنا؟ سواء طبعا الاطفال، لان للاسف برضو ممكن اطفال الامهات طبعا تبقى مهتميه اكتر انها تعمل لها تسريحه ظريفه، لكن بتبدا العنايه لما هي البنت تبقى في مرحله المراهقه، بس اعتقد ان المفترض يبقى من الصغر. هي بالصغر اهم حاجه عشان ما تطلعش بالمشاكل اللي هتكون بتقابلها. اول حاجه تعرف نوع شعرها دهني ولا عادي ولا جاف، تبدا تستخدم منتجات العنايه المناسبه ليه. منتجات العنايه تتحط على الشعر نفسه، ما تتحطش على الفروه عشان ما تبداش تديها. يعني احنا كنا قلنا القشره يا اما جفاف يا اما اكزيما دهنيه، لما تحط بلسم او سيرم على فروه الراس ما ده هيعمل لي اكزيما دهنيه. الشعر ما تسرحوش هو مبلول قوي، تستنى لما يهدى شويه لان دي بتبقى اكتر فتره الشعر ضعيف فيها جدا. التولز نفسها اللي بتستخدمها لو مشط او فرشه يكون خشب، تقسم الشعر مثلا يعني كذا حته، كل حته بتستخدم من تحت لفوق التسريح فتكون بالراحه عليه. تمام. يعني كل الفرش اللي موجوده في السوق اللي هي السلك البلاستيك الحاجات دي مش صح. الخشب اضمن، الخشب اضمن حاجه. طب حمامات الكريم، حمامات الزيوت، الحاجات اللي عارفه احنا دايما اي كوافير يقول لك ده انت شعرك محتاج حمام زيت وحمام كريم، بغض النظر عن نوعيه حمام الكريم او الزيت طبعا لازم يبقى مناسب للشعر، بس هل بيبقى مناسب مع اي نوع شعر ولا لا؟ مناسب طبعا. لو شعر دهني قوي بيعمل كل مسافه، يعني كل الوقت بيكون اطول غير الشعر العادي والجاف. كالعاده ما نحطوش على الفروه، دي انا هفضل اكررها لان كل مشاكل التساقط والقشره والفروه بيبقى بسببها ان هي فاكره ان انا مثلا هعمل حمام زيت فقاعده على فروه راسي ده مفيد. هو مش مفيد، هو مفيد للشعر نفسه مش مفيد للفروه. الفروه ممكن يعمل لها سايد افكت. انا بميل لحمامات الكريم اكتر. هما بيعتقدوا انه لما يحطوا في الفروه فانت بتغذيها، فانت كده لا، انا كده ممكن اسد المسام وممكن اعمل لها اكزيما دهنيه. انما طب لو نفس الفروه تبقى ناشفه او فيها جفاف، الحاجات دي ممكن زيت الثوم وزيت الجرجير والارجان الى حد ما، ده اللي بيبقى مناسب للفروه، ده اللي ممكن. لكن مثلا زيت جوز الهند يعني انا مش بفضله خالص. تمام. البلسم كمان كذا طبيب كان بيقول ما ينفعش انه يتحط على الفروه برضه، ما ينفعش يتحط على الفروه. تمام. في حاجات كمان حلوه نزلت الفتره اللي فاتت، فكره الحمام الكريم او البلسم بتبقى عامله زي ترطيب مؤقت من شاور للتاني، فبداوا ان هم يطوروا فيها بمكونات تخليها زي جلسه ترميم، ان تعالج الشعر من الحاجات اللي هو تعالج الشعر من الحاجات اللي هو يعني مفتقدها. تمام. طيب معانا تليفون مدام خديجه. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال؟ طبعا اتفضلي يا مدام خديجه، سؤال حضرتك ايه؟ انا شعري بينزل اصلي سنتين ما طولش من السنتين دول، وبينزل بطريقه يعني في المشط وانا نايمه على هدومي. هو عمر حضرتك قد ايه؟ انا عندي 54. 54. تمام. وبعدين يعني بغسله كل يوم، يعني كل يومين بغسله، وعامل قشره، يعني ما اجي اهرش كده يقوم طلع قشره. تمام. وبالنسبه للايدين والرجلين على طول عندي ناشفه، اعمل لهم ايه؟ جميل. طب في اي سؤال؟ خالص يعني بحط جريسلين وفازلين بس برضه ناشفين، ايديا خشنه وايديا ورجليا. حاضر، هي بسمه هتجاوب عليكي. شاكرين لاتصالك يا مدام خديجه. شكرا. تقولي لها ايه بقى على شعرها؟ هي قالت سبب التساقط في المكالمه اللي هو القشره. في ناس ما بتربطش ما بينه وما بين التساقط، كأن دي شكوى ودي شكوى. دي بتسبب دي. فاول حاجه خالص ان هي تعالج القشره اللي عندها. نصيحتي ما بتتغيرش، ما بفضلش استخدام شامبو القشره لان هو بيعالج الفروه بس بينشف الشعر. تمام. الافضل انها تستخدم لوسيون على الفروه مباشره، لوسيون خاص بالقشره. تمام. طيب حتى لو وقايه ما ينفعش الشامبو القشره؟
يعني لا وقايه بعد كده هينشف لها شعرها. تمام. يعني هيعالج القشره، بس هتلاقي ان شعرها بدات تشتكي. طب هي واضح ان هي البشره نفسها جافه، لان بتقولك ايديها ورجليها كمان على طول بتشتكي، فهل يا ترى في برضو حاجه معينه مرطبه ممكن انها كحاجه طبيعيه تعملها، ولا في الفتره دي لحد ما تعالج القشره؟ لا، بعد كده ممكن تبقى تعمل مساج بزيت، بس حاجه خفيفه جدا. تمام. زيت الزيتون الحاجات دي ما بتنفع؟ ضده خالص. ضده ليه زيت بقى؟ الزيتون ما يتحطش. زيت الزيتون معمول للبشره. ما هو للبشره، هي بتقول ايديها ورجليها. ايديها ورجليها اوكي، انا بحسب على الشعر او لا الفروه. لا ايديها ورجليها. لا على الشعر، على سوري، على الايد او الرجل. على البشره ما فيهاش مشكله، بس نبعد عن الشعر. لو عندها، هي دي معلومه بره بره التخصص، لو عندها مشكله ان مهما بتحط كريم كده معناه ان في عندها نقص فيتامينز معينه، لازم تروح لدكتور تشوف ايه المشكله. طيب معانا تليفون تاني. الو. الو. ايوه مين معايا؟ شافت معايا علا. علا، اهلا بيكي يا استاذه علا. يا حبيبتي بصي، انا عندي سؤالين. اتفضلي. يعني حاجه لبنتي، بنت شعرها ما بيطولش بقالها يمكن 10 سنين. هي عندها قد ايه؟ 12. 12. تمام. يعني تقريبا من ساعه ما اتولدت ما بيطولش، تقول بقى لها 10 سنين. هي كان شعرها طويل 5 سنين، وبعد كده راحت قصته هي وحدها. اوكي. فلما قصته مسكت هي المقص وقصت شعرها. ايوه قصته هي 5 سنين. تمام. قصت جنب وجنب لا. ومن وقتها شعرها ما بيطولش. جميل. ده اول سؤال. السؤال بقى الثاني، انا عندي اللي في شعر ابيض بس في الاول في المقدمه كده، بصبغه جاب لي يعني اكلان في فروه راسي. تمام. فقلت اعمل بديل اللي هو الحنه ما بتدفعش ابدا عشان شعري اسود غامق يعني. فقالوا اللي حط اللي هي الحجر الاسود، فقالوا لا ده وحش قوي. طب ايه بديل الحجر الاسود ده؟ اوكي. ده يعني اعتقد انها حاجه هتفيد ناس كتير. شاكرين جدا لاتصال حضرتك يا استاذه علا. طيب نجاوب على اول سؤال. بنوتتها هي قصت شعرها بنفسها وهي عندها 5 سنين، فما بيطولش. في زيوت طبيعيه بس مش هينفع طبعا نقول اسم ماركه معينه، بتبقى معموله مخصوص لتطويل الشعر. دي عن تجربه بتبقى رائعه. حتى انها يعني بص، في ناس تقول لك المقص عن مقص يفرق، فهل ممكن فعلا؟ هي وحظها بقى. يعني مسكه المقص ممكن ياثر فعلا ان الشعر ما يطولش؟ ممكن ياثر بس مش التاثير الفظيع. يعني هي بقى لها ما شاء الله بتاع 6 سنين تقريبا هي ما شعرها ما بيطولش. هي لما استخدمت الزيوت دي هيديها نتيجه كويسه فعلا. طيب يعني نحاول. انا بقول كده بناء على ان هي كان شعرها طويل ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان هي تحاول تكلمنا مره ثانيه. شكوى ثانيه ان مثلا انا شعري اوريدي مثلا كاريه ونفسي يطول، دي ما وعدهاش ان ممكن يديها افكت. تمام. طيب السؤال الثاني بقى هو خاص برضو باللون الابيض، وهي مش عارفه يعني الصبغه بالنسبه لها عمل لها مشكله، فايه البديل؟ هي الصبغه انا ما سمعتش بس كويس، هي الصبغه عملت لها ايه؟ الصبغه خلت يبقى في اكلان في فروه راسها فبقت بتوجعها جدا. طيب انا هرجع اقول لها الصبغه تاني من غير امونيا، بس ما تجيش على فروه الراس. من غير امونيا؟ لو من غير امونيا وجت على فروه الراس برضو هتسبب لها ضرر. بس غصب عن اي حد وهو بيحط لازم هتيجي على الفروه. لو راحت لحد، احنا حتى في البروتين او في اي حاجه لازم ابعد على الاقل نص سنتي. نص سنتي. ما هي بس هيبين الابيض. لا دي بالمشط بتعملها هي. محتاجه بس تروح حد متخصص. هي اكيد بتعملها في البيت. لو راحت لحد بروفيشنال هي يعني تنبه عليه ما تجيبش على الفروه، هيقدر يعملها لها. طب الحجر الاسود ضده جدا، والحنه مش دي الحنه الطبيعيه اللي كانت على ايام الرسول. تمام. يعني اي حنه دلوقتي موجوده انت ضدها؟ لان هي كمان بتنشف يعني بتبقى ماسكه في الشعر جدا. علشان انا اعمل حنه واجي اغسل شعري اطلع الحنه منه بيقع. بيمسك في الشعر جامد جدا، ممكن يقصفه ويوقعه. في ناس بتحط بقى حاجات زبادي ومش عارفه ايه وحاجات من دي، كل الحاجات دي برضو انت ضدها؟ وحتى لو حد مصمم يعمل حنه برضو ما يجيبهاش على فروه الراس. تمام. الصبغه اللي من غير امونيا هي بس دي اللي تعتبر مضمونه او امان؟ هي ولو حد عايز يفتح بقى في زي براءه اختراع كده حاجه معينه بتتحط على البودر بتاعه التفتيح. تمام. دي بتخلي الشعر يلقط درجه افتح من بضرر قليل قوي. جميل. طيب معانا تليفون تاني. معانا استاذه منى. الو. السلام عليكم. اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ده انت يا منى انت بنوته صغنونه صح؟ لا انا عندي 24 سنه. عندك كام؟ 24. عندي 24 سنه. صوتك عارفه اللي هو عندك مثلا 10 سنين ما شاء الله. هو انا كلمت حضرتك قبل كده على فكره، يعني انا لسه تمام 24. طيب يا حبيبتي يا رب عقبال ما يبقوا كده 224. ايه سؤالك يا منى؟ هو انا رحت الكوافيره قبل كده وقلت لها ان انا عايزه شعري يطول يعني وكده اهو، فراحت قالت لي حطي زيت زيتون. زيت زيتون. تمام. لا هي بس ضد زيت الزيتون تماما، بتقولك مش صح على فروه الراس.
طب ايه اللي ممكن، ايه اللي انا استخدمه عشان يخلي شعرك يطول؟ يطول. طيب انت ممكن تخليكي معانا وهنحولك بالكنترول، او تسيبي رقم تليفونك، نستأذنك يا بسمة لو ماشي، بعد أوكي، الحلقة استنيني أقول لها. تقولك ايه الحاجة اللي ممكن تجيبيها وتخلي شعرك يطول. شاكرين لاتصالك يا منى. طيب لو حد اصلا شعره ما بيطولش، يعني انت قلتي على الزيوت عامه بتنفع مع حد اوريدي شعره طويل، هل ممكن الزيوت او ايا كان الفيتامينات او ادويه تطوله ولا لا؟ ممكن، بس ترجع من كيس للتانية، على حسب حاله وحاله، على حسب الحاله. ناس تستجيب وناس ما تستجيبش. بس تجرب، هو مش مكلف قوي. مش مكلف. بس ايه اللي يخلي شعر يستجيب وشعر ما يستجيبش؟ ان هو لو عنده نقص الفيتامينز او نقص الحاجات دي، اول ما بيلاقيها بتفرق معاه. في حاجه تانية، هو خلاص هو طوله كده، هو مش ما عندوش نقص في حاجه، ده اللي مخليه ما بيطولش. فحتى لو انت اديتيله فيتامينز او حاجه زياده، هي دي مش هتاثر فيه، مش هتطوله يعني. طيب بسمة، يعني طبعا ما ينفعش تبقي معانا وبالحاجات الجميله اللي انت درستيها وما نتكلمش عن ايه الجديد دلوقتي في مجال العنايه بالشعر. يعني احنا بقالنا فتره بنتكلم عن الكرياتين والبروتين ومفيد ولا مش مفيد ونعمله ولا ما نعملوش، يعني يا ريت لو سريعا كده بس تقولي للناس، وتقولي لو في حاجه كمان زياده دلوقتي ممكن تبقى متواجده في مجال العنايه والاهتمام بالشعر. هتكلم في نقطتين باختصار. النقطة الأولى، مشكلة البروتين، مشكلة الكيراتين كانت الفورمالين. فنزل الأحدث اللي هو البروتين. البروتين هو كيراتين وبروتين مع بعض بس بيفرد بالأحماض الأمينية. المشكلة اللي قابلتنا في الفترة اللي فاتت إن الشركات في البرازيل بدأ يطلب منها إن هي تعمل حاجة تفرد مجعد قوي، فبقى كل اللي بينزل حاجة اسمها سترونج أسيد، حاجة قوية جدا. فحتى لو هو ما فيش فيه فورمالين وما فيش فيه مشتقات فورمالين وما فيش فيه مواد بتتعرض بالحراره المواد سامه، فهو بيبقى مضر من ناحيه ان هو تقيل. محتاجين بس كل اللي شغال في المجال ان هو يفهم سياسه كل نوع شعر بيحتاج لنوع بروتين يخصه. مش هو نوع واحد الاقي شعر ضعيف وشعر مجعد وشعر افريقي استخدم كل الانواع لنوع واحد. في حاجات تريتمنت كمان نزلت دلوقتي، مثلا مروه جات لي وشعرها مثلا معمول حاجه قبل كده فيها كيميكالز، ممكن قبل ما ابدا لها اعمل لها حاجه اسمها ماسك ديتوكس. هو حتى الديتوكس منتشر في الدايت وفي حاجات تانية كتير. باختصار هو معناه سحب السموم. فعملوا ماسك. الماسك ده الماده الفعاله اللي فيه هي ماده زي الماده الفعاله في الاكسجين بتاع الصبغه. لما بيتحط بيطلع اي رواسب، بياخد الرواسب وبياخد بواقي حاجات الكيميكالز اللي انت عملتيها. للاسف الناس عشان بتجري ورا المسميات الفيك نزل على انه بروتين، فهو مفيش يعني ما ينفعش اصلا يبقى فيه ديتوكس على انه بروتين. تمام. في بقى حاجات جلسات تانية ترميم قلنا مثلا يعني انا عندي فكره ان البروتين ما ينفعش اي حاله شعر. اللي عايز يجي عشان يعالج تقصيف، يعالج هيشان، يطري، ينعم، يفرد، اوكي. لكن حد مثلا عامل هايلايت لحد ما حارق شعره، هو انت دلوقتي مش مشكلتك بقى تقصيف وهيشان، انت شعرك بقى محروق، فلازم تعالجه الاول. فلازم تعالجه الاول، لان في ناس اعالجه ليه؟ طب ما البروتين علاج. لا، هو البروتين علاج لنقطه معينه، انت لو عندك نقطه ثانيه تهيش شعر مجعد، الهيشان، الحاجات دي. تمام. فلو هي عندها مثلا الهايلايت بقى فيه زي امبولز كده بتبقى نازله بالماسك والشامبو بتاعها، بتبقى حاجه زي كورس. تمام. للهايلايت، لتكسير الاطراف، هيفضل الشعر على طول محيرنا ومغلبنا. استاذه بسمة الحسيني، خبيره العنايه بالشعر، نورتينا وسعداء بوجودك معانا. شكرا ليكي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهارده. بنفكركم بالاعاده ان شاء الله الساعه 1 بعد منتصف الليل، ونقول لكم الى اللقاء. وكلام جديد مش قديم عالجمال والرشاقه، بس انتوا تابعوا شوفوا كل يوم، شوفوا دانتيل. لو عايزين تعرفوا اخبار الموضه شوفوا دانتيل. كل اللي يهمكوا اخباره مرصوده على دانتيل.